سلام، مرحبا بكم في قناتي حكايات صابرينا. اليوم راح نحكي لكم قصة من أغرب القصص اللي صراو في تاريخ الولايات المتحدة. قصة تاع إنسان كان يبان عادي، جيرانه كامل يشكروا فيه، مي كان يخبي وراه سر كبير ومظلم. حكايتنا اليوم على إد جين. باش نبداو لازم نرجعوا شوية للور، لمدينة صغيرة وهادية اسمها بلينفيلد في ويسكونسن. مدينة كما قاع المدن الصغار تاع الريف الأمريكي، الناس تعرف بعضها، الحياة فيها بسيطة وكاين الأمان. في هذه المدينة كان عايش واحد الراجل اسمه إدوارد جين، ولا كما كانوا يعيطولو إد. إد كان إنسان هادي، يبان عاقل شوية حشومي، يدير صوالح صغار للجيران. باغ اكزومبل يشد لهم دراري صغار اللي نقولوا لها in English baby sitting. ساعات باختصار ما كان حتى واحد يشوف فيه حاجة ماشي نورمال. باش نفهموا آد لازم نفهموا تربيته. تربى تحت يد يماه أغوستا. أغوستا كانت مرأة صعيبة بزاف ومتدينة لدرجة كبيرة، كانت تشوف العالم برا كامل شر وفساد. على جال هذا ربت ولادها إد وخوه هنري في عزلة كبيرة على الناس. كانت دايما تقول لهم باللي النساء ماشي ملاح، كامل ماشي ملاح من غيرها هي. هاد الفكرة ترسخت في مخ آد ملي كان صغير. دارهم كانت بعيدة عن المدينة في واحدة الفيرما معزولة، وأوغستا كانت تخلي آد يخرج من الدار غير باش يروح ليكول. كانت دايما تقرب آد ليها وتقول له باللي هو ولدها المفضل، وباللي خوه هنري ماشي مليح وراه يخسر. فاتت السنين وآد وخوه كبروا في هذيك العزلة. في 1944 صارت حاجة غريبة. خوه هنري لقاوه ميت في واحد الحريق اللي صرا قدام الفيرما تاعهم. كي جاو لابوليس لقاو باللي هنري مات، عنده ضربة في راسه. مي في هذاك الوقت بوليس قالوا بالاك تخبط في شجرة وهو يهرب من النار. غلقوا على القضية وآد بقى مع يماه وحدهم. من بعد عام أغوستا يماه الإنسانة الوحيدة اللي كان يعرفها ويحبها في هذه الدنيا مرضت وماتت. هنا حياة آد تبدلت كليا. لقى روحه وحده في ديك الفيرما الكبيرة والموحشة. الوحدة كلاتو. الدار اللي كانت يماه هي كل شي فيها ولات فارغة وصامتة. آد ما قدرش ينسى يماه، وما قدرش يتقبل الفكرة باللي راحت وخلاته. بدا يدير صوالح بيزار، غلق قاع البيوت اللي كانت تستعملهم يماه وخلاهم كيما هكذاك مغبرين. هو عاش غير في الكوزينة صغيرة وغرفة حداها. بدا يقرأ بزاف في كتب تاع الاناتومي اللي هي تشريح جسم الإنسان، وكتب تحكي على تجارب داروهم في الحرب العالمية الثانية. جيرانه كانوا يشوفوه ساعات يدور في الليل، وكانوا يسمعوا حاجات غريبة من داره. مي كانوا يقولوا مسكين آد راه وحده، بالك هبل شوية من الوحدة. القصة الكبيرة بدأت في نوفمبر 1957. واحد المرأة اسمها برينيس ووردن كانت مولة حانوت في بلينفيلد، اختفت في ظروف غامضة. ولدها اللي كان يخدم في لابوليس كي جا الحانوت لقاه مغلوق ولقى آثار دماء. آخر واحد شافوه يشري من عندها هذاك النهار كان آد جين. لابوليس ما راحوش بعيد، مشاو ديريكت لدار آد باش يسقسوه. كي وصل الشريف للفارم تاع آد جين في داك الليل ما كانوش يستناو واش راح يشوفوا. الدار كانت في فوضى كبيرة، معمرة بحوايج مخلطين بين جرائد قدم وكتب. مي كي بدا الشريف يشوف مليح لقى حوايج العقل ما يتقبلهمش.
لقى كراسة مغطيين بجلد ممشي تاع الحيوانات، لقى كيسان مصنوعين من عظام الإنسان. والحاجة اللي صدمتهم كتر هي أنهم لقاو برنيس ووردن. كي بدا البوليس يفتش في الدار، الصدمة كانت تكبر مع كل دقيقة. لقاو بلي أدكين ما كانش غير يدير هاد الحوايج برك، مي كان عنده سر آخر. كان يروح للمقبرة تاع المدينة في الليل ويدير حوايج ماشي ملاح مع القبور تاع النساء اللي ميتين. كان يجيب منهم أيضا دي سوفونير لدارو. المحققين كي سقساوه حكى لهم كلش ببرودة دم كاملة. حكى لهم كيفاش كان يزور القبور وكيفاش خدم هدوك الحوايج الغريبة. قال لهم باللي كان يحوس يدير كوستيم، يعني لباس، باش يولي يشبه ليماه، باش يحس بيها مازالت معاه. الخبر تاع أدكين انتشر كما النار في الهشيم. المدينة الصغيرة والهادية تاع بلينفيلد ولات في وسط عاصفة إعلامية. الناس من كل بلاصة جاو باش يشوفوا دار الرعب. العالم كامل كان مصدوم. كيفاش إنسان يبان نورمال كما أد يكون مخبي وراه هاد الأسرار المظلمة؟ أدكين ما حكموش عليه بالسجن في الأول. العلماء تاع النفس قالوا بلي ماشي مسؤول على أفعاله. قالوا بلي كان عنده مرض نفسي كبير، كان عايش في عالم وحده. داوه لمستشفى تاع الأمراض العقلية وبقى كمل حياته كاملة تما حتى مات في 1984 ودفنوه في نفس المقبرة اللي كان يروح لها في الليل. القصة تاع إدوارد جين بقات خالدة، ماشي غير على خاطر بشاعتها، مي على التأثير تاعها في الثقافة الأمريكية وخاصة في إنتاج الأفلام. من القصة تاعو جاو أفلام كبار اللي كامل نعرفوهم، شخصيات كيما نورمان بيتس في فيلم سايكو، ولاذرفيس في The Texas Chainsaw Massacre، و The Silence of the Lambs. كامل كانوا مستوحين من قصة أدكين الحقيقية. حكاية أدكين تخلينا نحكموا في حاجة واحدة: الشر ماشي دايما يجي في صورة وحش باين، ساعات يكون متخبي وراء وجه بريء وإنسان هادئ في أهدأ الأماكن. هذه هي القصة اللي كانت معنا اليوم، أتمنى تكون عجبتكم. إن شاء الله نتلاقاو في قصة جاية. ما تنسوش شاركوا الحكاية مع أصحابكم، ديروا جام وأبوني. سلام.